إلي، شو رأيك؟ بتروق؟ بتروق، قولي الله. يا الله. مستمعينا الكرام، من الشوق سلام ومن القلب ألف تحية. بعضهم يظن أن هذا البرنامج مسلي، والبعض الآخر يظنه مضحكا، والبعض يعتقد أنه سياسي اجتماعي، ومن المستمعين من يظن أنه ترفيهي أو تمثيلي أو ناقد أو ساخر، إلى ما هنالك من تسميات عديدة يطلقها المستمع على أي مادة إذاعية يسمعها. أما نحن وللحقيقة ليس عندنا ما نقول فيما لو سئلنا عن هوية هذا البرنامج. لهذا نطلب من المستمع أن يعذرنا إذا انتظر الضحكة ولم يجدها، وإذا انتظر التمثيل ولم يجده، أو انتظر الأغنية ولم تأتي، لأننا في كل مرة نذهب بالمستمع إلى زاوية من زوايا الحياة. وطالما أننا ما زلنا نحيا في دوامة المجهول في لبنان، وننتظر المولود السعيد الذي سيرشدنا إلى أنفسنا، سنظل نهتف من الأعماق: يا الله. عزيزي المستمع، هل خطر في بالك يوما أن تعرف ما هو الفرق بيننا وبين سائر الناس؟ حسنا، حلقة اليوم ستقدم لك، وعلى غرار أسعار العملات الأجنبية، ستقدم كشوفات حقيقية عن مقدار الفرق بين الناس والأشياء في لبنان وبين الناس والأشياء في العالم. موسيقى. بأوروبا مثلا، إذا حبيت تروح على السينما لازم تقف بالصف، بالنظام، بالدور. أما في لبنان، موسيقى. بلبنان يا حبيبي غير شكل. أولا كلمة بالدور ملغية، ثانيا نحن عنا مبدأ دفش تصل، سابعا إذا الفيلم حلو لشو الدور؟ طالما في سوق السوداء شو على إذا دفعت لك ليرة زيادة حق البطاقة؟ هيدا منظر سينما من الخارج، أما من الداخل بجميع أنحاء العالم بتفوت على قاعة السينما وحدك إذا كنت وجداني، أو برفقة صديق أو أكتر، ولكن بدون أمتعة أو باجاج. أما في لبنان، بلبنان فيك تدخل على السينما مصطحبا بجميع أنواع البزورات المفرقعة، كما أنك تستطيع أن تدخل معك شوية مأكولات ضرورية مثل مثلا فلافل، ساندويش، أنين كازوز، أنين شغلي عرق. ولقد صدر مؤخرا قانون يجيز لرواد السينما في لبنان أن يحملوا الرشاش والمسدس. ليش؟ خوفا من أن يقوم بطل الفيلم بمحاولة تلطيش حكي للمشاهدين. موسيقى. في أوروبا مثلا، إذا كان عندك معاملة قانونية بدك تنهيها، لازم تتقدم من الموظف المختص بالدائرة المختصة، وبكل بساطة بتقدم له المعاملة
وبقول لك اتفضل استريح شوي، وأكيد على الكرسي لأنه عندهم في كراسي. فإذا كانت المعاملة قانونية زودك الموظف بالأختام والرسوم القانونية، أو بغير هالحالة بقول لك بكرة أو بعد بكرة أو بعد أسبوع بترجع. كارولين وين هيدا؟ هيدا بجميع أنحاء العالم، لأنه هونيك بيتطبق القانون على الجميع. فإذا موزيكا إذا بتريد. أما بلبنان يا عزيزي عليك أن ترفق المعاملة بورقة نقدية من فئة معينة. إذا إن المعاملة بسيطة ورقة الخمسة بيمشي الحال، وإذا كانت المعاملة دسمة شوي عليك أن ترفقها بورقة 50 ليرة. أما إذا كانت المعاملة حرزانة مثل بيع عقار أو سند ملكية أو حصر إرث فهذا نوع من المعاملات فوق قدرة الموظف وفوق طاقته. إذن عليك أن تباشر بمفاوضات علنية تبدأ من 1000 وطلوع. يعني بيني وبينك انك تورث لك ورثة او تبيع بناية او شقفة ارض بدون ما تحسب حساب الموظف ما بصير حبيبي. هذا الموظف انسان مثلك مثله وعنده مصروف عمار وما حدا احسن من حدا. في كافة أنحاء العالم ينام الناس في المنازل، أما في لبنان فلقد نامت المنازل على الناس. دق يا مزيكا. في جميع محاكم الدنيا تحكم المحكمة باسم الشعب، أما في لبنان فقد حكم بالموت على الشعب. في جميع أنحاء العالم وصل معدل الدخل اليومي للفرد $100 باليوم، أي ما يعادل 146 ألف دولار أمريكي بالأربع سنوات. هيدا بكافة أنحاء العالم. أما بكفة لبنان فقد دفع المواطن اللبناني ماله بيته وأرضه وكم واحد من عائلته ثمنا للبقاء، وبعدكم بتقولوا لي بلدي يا بلدي بلدي بجميع أنحاء العالم في مدن، ولكل مدينة بلدية، ولكل بلدية ميزانية، ولكل ميزانية أشغال، ولكل شغلة فريق كبير من العمال والمعدات بيقوم بتصليح الطرقات العامة والفرعية، بزين الحدائق، بيقوم بأعمال التنظيف اليومية على الطرق الحديثة، بيقدم المساعدة للسكان وبراقب البنيان. كل هذا من أجل راحة المواطن والسائح معا. تصور عزيزي المستمع أن كل هذا يقوم على أساس السرعة والإتقان وبدون تربيح جميلة. نعم، هذا في كل أنحاء العالم. دقة صغيرة وحياتك. والآن في لبنان تشاهد الأوساخ ونفايات في الشوارع. تمر في شارع كبير بتفتكر حالك أنك ماشي بالأدغال، تتحاشى الرمال المتحركة والمستنقعات. كيف ما التفت على يمينك وعلى شمالك بتشوف هياكل أثرية للسيارات، ومع هيدا كيف ما مشيت بتلاقي عبارة مكتوب عليها نعمل شو هاي؟ ريلي هي كارولين؟ نعمل لأجلكم. لأجلكم؟ إيه؟ هيدي هلأ ريلي هي لشوف. نعمل لأجلكم. نعمل لأجلكم. يا عمي شو عملتوا لأجلنا دخيل الله.
الالتزامات لحضرتكم والطرقات المحفرة للمواطنين. يسمع منكم ويسلفنا تنسلفكم. أيدها الآدمي براس الليستا. في بلاد العالم يتساءلون من هو مخترع التليفون؟ ولقد أصبح معروفا لدى الجميع أن جراهام بيل هو مخترع التليفون. أما في لبنان فيتساءلون من هو قاطع التليفون، وحتى اليوم لم تتوفر المعلومات الكافية حول هوية قاطع التليفون. في بلاد العالم يتكلمون على التليفون، أي بواسطة التليفون. أما في لبنان يتكلمون عن التليفون، لأن التليفون بلبنان صوته ما بسمع، واطي. وفي نبأ عاجل لوكالة الصحافة الأجنبية قالت مصادر مطلعة إن عائلة بيل سوف تقيم الدعوى بحق إدارة الهاتف في لبنان لأنهم سودوا الوجه. ألو 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 بيروت من فضلك يا عيني، أعطيني بيروت عجل بالخط شوي. ألو 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 بيروت من فضلك يا عيني، أعطيني بيروت عجل بالخط شوي. في بلاد العالم يقام في كل سنة كرنفال، وفي هذا اليوم تعلو الزينات في الشوارع وتلبس المدينة حلة غريبة من البهجة والأقنعة والزهور والأسهم النارية، وقد تصل كلفة الكرنفال إلى ملايين الدولارات. ملاحظة: هذا يحدث مرة واحدة في السنة. أما في لبنان فيا عزيزي الكرنفال مستمر طوال السنين، فمدينتنا مليئة بالسيارات المحطمة والأشجار الكبيرة المكسرة والزينات منتشرة بالشوارع بواسطة أسلاك الكهرباء والهاتف. وهون بلبنان ما بكلف الكرنفال شيء، فمن هبة هوا واحتكاك بسيط بين الأسلاك والناس على خطوط التماس بيبدأ كرنفال الألعاب النارية، بتشترك فيه القناصة والأسلحة الخفيفة، مدافع الأربيجي والهاون وراجمات الصواريخ والدبابات وربما الطائرات والزوارق الحربية. وفي لبنان لا يشترون الأقنعة، إذ أن القناع يولد في لبنان مع الإنسان. لا تتعجب عزيزي المستمع، فلكل بلاد تقاليدها. محضورك يا مختار والسيني عم تتعلم، وجودك يا شويش قدام الضيعة كلها، قدام الضيعة كلها، قدام الضيعة كلها. شايل الحب وبعضه حتى يطلبوا لبعضه، يعطوا لحال الوقت في صيفيات السعد، في صيفيات السعد، في صيفيات السعد. زينتوهن بثياب وشرايط زرق وحمر، ليكلن يوم الخط زواد الكل العمر. فإنه هدايا عم تترمرم بالمطر، عايدين الصبايا وتبارك هالمحبة، وتبارك هالمحبة، وتبارك هالمحبة. شو إلا منخطط شو إلا منخطط في مدينة ووتردرينج الأمريكية قام فريق من العلماء والأطباء بدراسة مطولة عن المياه وعن علاقة الإنسان بالمياه. وبعد أشهر طويلة ودراسة دقيقة ثبت لديهم أن المياه لا تضر بالإنسان. وعندما وصل هذا التقرير إلى لبنان قالت مصادر مياه لبنان: يا خيي هاو شو بفهمهم بالمي، نحن منعرف على أنه المي بتضر، منشان هيك عم نقطع المي حفاظا على صحة ونظافة المواطنين. وبعدين شو عم نقطع؟ ولو 6 ساعات قبل الظهر و6 ساعات بعد الظهر، يقطع عمر الشيطان. في جميع أنحاء العالم برامج تلفزيونية شيقة
مسلسلات، إرشادات، أخبار صادقة، أفلام وثائقية، وهذا على مدار 24 ساعة في كل يوم. أما في لبنان فإليكم عرضا سريعا لبرامج المساء والسهرة على جميع الأقنية العاملة. في السادسة وموسيقى مع برنيطة وزهور. في السادسة والنصف رسوم مالية، رسوم متحركة. في السابعة انقطاع التيار الكهربائي. في السابعة والنصف مسلسل محلي بالاشتراك مع دبانة. في الثامنة والنصف أسعد الله مساءكم، الأخبار المراقبة بالاشتراك مع دبانة. في التاسعة مسلسل أجنبي يتخلله مفاجآت سارة واعتذارات. في العاشرة كشو هالدبانة يا عمي. في العاشرة نعتذر يا عمي هالدبانة. يا الله. كنتم مع إلي شويري وكارولين خوري في شو في يا الله. يا الله، من إعداد إلي شويري وإخراج عمر الزين.